بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبدأ معاكم أول فيديو في قناة المطبخ لعبتي. ليه المطبخ لعبتي بقى؟ لأن أنا بحب الطبخ جدا. مش أشطر واحدة، يعني مش أشطر منكم ولا حاجة، بس بحب المطبخ جدا وبحب الطبخ جدا جدا، يعني عشان كده عملت القناة للطبخ. آه أنا أنا اترددت جدا إن أنا أعمل الفيديو. أنا عملته محروجة أنزله ومش عارفة أعمل إيه، بس متأكدة 1000000% إن أنا هالاقي ناس كتير حواليّا بتحبني وبتحب لي الخير. ولو في أي حاجة في الفيديو أو في أي ملاحظة أو في أي حاجة، عادي، أنا هاتقبل الكلام عادي جدًا. وفي حاجات كده هتحصل، عدّوها لحد ما أتعود. الرهبة بس تعدّي وإن شاء الله هابقى زي الفل، كل مرّة إن شاء الله هابقى أحسن من المرّة اللي قبلها. أنا اخترت أسهل حاجة ممكن تتعمل، وصفة اللي هو أنا هاطلّع بيها الخوف اللي جوايا وأبقى بدأت وخلاص. آمم أنا خايفة جدًا. آآ بس إن شاء الله يعني ربنا معايا. وإن شاء الله يعني ربنا يجازيني خير وخلاص. بيكم طبعًا. آآ أنا اخترت عجينة الكريب، هي الحشوة كانت كده عندي، كنت عاملة ستريبس في الفريزر فطلّعته حمّرته وقطّعته، وجبن وخضار عادي متقطّع مكعبات عادي. آمم ال المقطع اللي أنا أول غلطة بقى في أول فيديو كده، معلش اعذروني. المقطع اللي أنا عملت فيه العجينة بتاعة الكريب اتقطع منّي. آآ ما عرفتش أركّبه، يعني إيه، مش عارفة أركّبه مع الفيديو ده، فمعلش اعذروني. أنا هاقول لكم أنا عملت إيه. أنا حطيت كوباية ونُص لبن وكوباية ونُص مَيّة وبيضة ورشة ملح وكيس فانيليا، ومعلقتين سكر في الخلاط. وأنا كنت قاصدة إن السكر يبقى كتير، لإن أنا هاعمل كريب حلو، يعني هاعمل كام ساندوتش كده، وهاعمل برضه كريب حلو منه، يبقى إحنا عملنا حاجة حلوة و و وساندوتشات عادي عشا أو غدا، وفي نفس الطاسة بنفس العجينة وفّرنا يعني. فيا رب يا رب الفكرة تكون كويسة، فكرة البداية يا رب تكون كويسة. أنا عارفة إن إحنا كلنا بنعرف نعمل الكريب أو بنشتري العجينة من برّه، بس والله العظيم العجينة اللي معمولة في البيت دي طعمها تحفة، تحفة، تحفة. آآ آمم أنا عملت إيه بقى، أنا ضربت الحاجة في الخلاط وبعدين نزلت عليهم السوايل في الخلاط، وبعدين نزلت بيهم في الطبق الأصفر ده على 3 كوبايات دقيق، وقلّبتهم كويس بالمضرب لحد ما ادّاني العجينة دي. المفروض العجينة ما تبقاش تقيلة، والمفروض ما تبقاش خفيفة أوي. المفروض تبقى إيه، تبقى واحد قطع منّي، المفروض الأولاني هو اللي بيبوظ، لأ أنا عندي التاني اللي بيبوظ، ما شاء الله عليّا. ده بقى أنا هاخده وأحط عليه شوكولاتة وبندق، فهيبقى حلو، عادي جدًا. هابقى أرجّعه تاني في الآخر خالص وهاعمل بيه واحد حلو، طبق حلو. آآ أنا ال3 كوبايات دول عملوا لي 8 تقريبًا أو 9، باللي هي اللي اتقطعت دي. فكده كويس أوي، والعجينة نفسها كانت مُشبعة وحلوة، هو مش تقيل بس كان إيه، حاسة أنتِ بتاكلي حاجة كويسة كده، الحمد لله يعني. آآ ف أنا ما لقيتش حاجة أسهل من كده إن أنا أعملها وأفرّغ فيها طاقة الخوف اللي جوايا ديّة. وبعد كده بقى إن شاء الله يعني بتشجيعكم هاعمل لكم حاجات كويسة أحسن من كده بكتير. آآ نسويها على الجنب أول ما تاخد علامات كده من تحت، بنقلبها على الناحية التانية، وبنسيب ناحية طرية شوية لحد ما، مش لازم الاتنين يبقوا ناشفين، ونرصصهم فوق بعض في صينية تانية لحد ما نيجي نستخدمهم. ولو اتبقى مني حاجة، أنا هيتبقى مني 3 أو 4، باحطهم في الفريزر، بس باحط بين كل واحدة وواحدة إيه، طبق بتاع كيس بلاستيك كده بافتحه، كيس بتاع التلاجة بافتحه وباحطه بين الرغيف والرغيف. ف هاساوي كل البتاع، طبعًا مش كل الرغيفة هتيجي في مسرّعة، وفي حاجات هتتقطع عادي جدًا يعني. في مقاطع هتتقطع، مش هاصوّر كلّه يعني عشان الوقت وكده، وعشان ما اطوّلش عليكم، وعشان ما تزهقوش منّي، عشان أنا باتكلّم كتير جدًا يعني. هاسويها. الحشوة بقى مش شرط على فكرة يبقى فيها فراخ، ومش شرط يبقى فيها لحوم خالص. يعني مثلًا كريب البطاطس والله بيبقى طعمه تحفة. بطاطس مع شوية برضه خضار، شوية زيتون مع جبنة. بالمناسبة أنا كنت من فترة كده كنت باستخدم جبن ميكس،
أيًا كانت بقى نوعها إيه. فكنت باجيب الجبن الميكس واحس إن هي كويسة وحلوة. فمؤخرًا كده جرّبت الموتزاريلا النوع ده في البيتزا، في المعجنات، في الحواوشي اللي أنا باعمله وش بيتزا، في كل حاجة بصراحة تحفة، تحفة، تحفة. يعني أنا حاسة إن أنا ما كنتش باستخدم جبنة قبل كده، ما بتنشفش خالص، جميلة بتمُط، طعمها حلو، ملحها حلو، كل حاجة فيها حلوة. ده بقى شوية صغيّرين في الآخر بعد ما خلّصت كل العيش، فأنا قُلت أعمله بقى صغيّر مع اللي اتقطعت هيبقى إيه، الحلو، هيبقى الطبق اللي أنا هاعمله حلو، هاحط عليه شوكولاتة صوص شوكولاتة وأحط عليه بندق مجروش، ويبقى إيه، يبقى حلويات مع الغدا والعشا اللي أنا عاملاه ده، على حسب يعني. أنا عامةً ممكن أعمل الكريب في الغدا عادي، بس أنا في اليوم ده كان عشا ما كانش غدا. هاعملها وهاحط عليها الشوكولاتة وهاحط شوية بندق وهاشيلها في طبق تاني عشان الصينية دي تفضل كويسة، عشان الطاسة دي عشان هاحط فيها ايه هلف فيها السندوتشات تسيح مع بعضها وتنشف. الشوكولاتة والبندق المجروش وهلفه واطلعه بقى بايت. في الاخر بقى هبقى اعمل التاني، وتقريبا التاني مش هيتصور اصلا، يعني التاني انا ما صورتوش، حطيت عليه شوكولاتة بيضة وبندق، وفي الآخر حطيت عليهم الاتنين قطعت عليهم ايه حبّيتين موز، كان طعمه خرافة، خرافة. هي أصلًا العجينة ديًا لو جربتوها خلاص إحنا مكناش هنشتري ايه كريب من برّه، مش هنشتري عيش كريب من برّه، وحاجة نضيفة وحلوة، حتى لو ساندوتش كريب جبنة والله العظيم بيبقى تحفة يعني. وأوفر بقى، يعني أنتِ بتعملي مثلًا بتمن اتنين مثلًا بتعملي العيلة كلها. ده بقى أنا هافرده وهاحط فيه الحشوة والحاجات، جبن الأول وبعدين الفراخ أو الحشوة أو البطاطس أو أي حاجة، وممكن نزود الجبن شوية ونستغنى عن كل ده. بس أنا كان عندي ستريبس فعملته، الستريبس ده على فكرة أنا اللي عاملاه بإيدي. مبحبش اللحوم المصنعة، ف فحلو وطريقته سهلة جدا، هنبقى نعمله يوم مع بعض. بس لو شجعتوني كل متوقف عليكم. هو بس أنا عايزاكم تشتركوا في القناة لما أنزل اللينك، تشتركوا فيه ويعني فضلا يعني تخلوا صحابكم اخواتكم يشتركوا في القناة، احنا مش هنخسر حاجة، احنا كده كده اصلا طول النهار ماسكين تليفون، طول النهار بنتفرج على فيديوهات، فهتبقوا ساعدتوني وانا ان شاء الله هحاول اساعدكم. ولو اي حد عنده اي ملاحظة يعرفني بيها وانا هسمع وهفهم يعني ان شاء الله. ولو التصوير مش حلو واحدة واحدة هيبقى حلو ان شاء الله، يعني واحدة واحدة. انا كده عملت 3، انا هعمل 4 بس حادق والاتنين حلو، والباقي انا هعينه في الفريزر لما احتاجه تاني. في واحد لسه أنا هاعمله على الصينية اللي كان عليها الكريب ورايا، وهاحشيه وأقفله وأجيبه ينشف هنا على الصينية. يا رب، يا رب تكونوا استفدتوا مني وأكون أفدتكم، ويا رب يبقى فيديو خفيف ويبقى وشه حلو عليا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.